وورد في الحديث: إذا عظم الفاجر اهتز عرش الرحمن. إذا عظم الفاجر، مرحبا سيدنا، تفضل سيدنا، أهلا وسهلا، وما بيصلي، أنت عم تعظم فاجر. سيدنا إبراهيم ابن أدهم رضي الله عنه وأرضاه قال: مرت علي 7 أيام وأنا في حجاب كامل، لا ذكر ولا فتح ولا عطاء ولا شو مساوي؟ إن قعد إلى الذكر ما في فتح، إن وقف لحتى يصلي ما في لذة، وهو من كبار العارفين. فقال: صار يستغيث: يا رب شو عامل؟ يا رب اكشف لي شو عامل، شو مساوي أنا لحتى هيك صار معي؟ يا ابني، شغلة القبض بعض أوقات لأهل الكمال، مثل إذا كان واحد حطينا إيدينا على تمه مناخيره وسكرناه، شو بيصير معه؟ للي بيصير مع أهل الله أكثر من هيك. يا ربي شو مساوي؟ فليلة من الليالي رأى ملك نازل من السماء، هو نايم، رأى ملك نازل من السماء دخيلة. ليش هيك الله عمل؟ شو مساوي؟ قال: يا إبراهيم، ألا تدري ما فعل؟ والله ما بعرف كيف. قال له: لما كنت في الطريق فرأيت فلان فابتسمت له، وفلان أنت بتعرفه أنه فلان فاسق، ابتسمت لفاسق، ابتسامتك لفاسق معناتها رضيان بفسقه، فعوقبت بقسوة قلبك وحجاب روحك. بسمة مع فاسق، الله يعفي عنا، يعني نعمة الله اللي عم نعرف نصلي ركعتين، هاي بسمة مع فاسق. فإذا الله بده يعاملنا نسأل الله أن يغفر لنا جميعا.